سامسونج عندها كيوليد وال جي عندها اوليد، ودي حاجة كلنا عارفينها مش كده؟ طيب لو قلتلك ان ال جي دلوقتي بقت تعمل شاشات شبه الكيوليد كمان، وانها دخلت عالم الميني ليد وبقوة، لدرجة ان ناس كتير بقت تقول ان ال جي خدت الكيوليد من سامسونج. استنى بس ما تستعجلش، لان اللي هتعرفه النهارده هيغير نظرتك عن الشاشات تماما. فتابع معايا الفيديو ده للاخر عشان الفيديو ده مليان مفاجآت. بص يا سيدي، زمان كان الموضوع سهل. عايز افضل سواد؟ هات الاوليد من ال جي. عايز سطوع عالي وصورة قوية؟ هات الكيوليد من سامسونج. وكان كل شركة وليها ملعبها. لكن فجأة الدنيا اتقلبت. ال جي قالت لك مين اللي قال ان هسيب السوق كله لسامسونج؟ فقامت نزلت بتقنية جديدة اسمها كيو ان اي دي. والناس اول لما شافت الاسم قالت استنى، هو مش ده الكيوليد ولا ايه؟ بس هنا بقى اللعبة بدأت. الكيونيد مش مجرد ليد عادي، لا دي شاشة غول تقنيات بالمعنى الحرفي. الكيو يعني كوانتم دوت للألوان، الان يعني نانو سيل لتنقية الصورة، الاي دي يعني ميني ليد للإضاءة. يعني فجأة الشاشة بقى سطوحها عالي جدا، والاتش دي ار نار، والسواد أحلى بكتير من الليد العادي. وده خلى الناس تقول إن ال جي بقت داخلة على الكيوليد جامد. بس المفاجأة الحقيقية إن كلمة كيوليد ده أصلا مش نوع شاشة. ايوه، ما تستغربش، ناس كتير فاكره انها تقنيه سحريه مختلفه تماما، لكن الحقيقه ان كيوليد في الاساس هي شاشه ليد عاديه، بس عليها طبقه اضافيه اسمها كوانتم دوت. وده معناه انها مش احتكار على شركه معينه، لا دي اي شركه ممكن تستخدمها عادي جدا، وتدخل المنافسه في نفس المنطقه دي كمان. وعشان كده بدانا نشوف شاشات كتير زي الكيوليد، زي الكيو ان اي دي، زي الميني ليد، زي اليوليد، زي الاكس ليد، وكل شركة تسمي اللي هي عايزاه وبطريقتها. طيب فين الميني ليد من كل ده؟ هقول. زمان الشاشات الليد كان فيها عدد محدود من الليدات الخلفية اللي هي الباك لايت، فكان لما يجي مشهد مظلم تلاقي هالات حوالين الترجمة، السواد بقى رمادي، والتفاصيل ضايعة. لكن الميني ليد غير المفهوم ده تماما. بدل ما كانت الشاشة فيها 100 لمبة، لا دول بقوا 1000. فبقى يديك تحكم أدق في الإضاءة، كونتراست قوي، اتش دي ار أعنف، وتفاصيل أوضح. وده فعلا السبب إن شاشات الميني ليد بقت مرعبة اليومين دول. واللي هيصدمك أكتر بقى إن في ناس بدأت بالفعل تفضل الميني ليد على الأوليد. ليه؟ عشان السطوع أعلى بفرق واضح، والأداء بالنهار أقوى بكتير، ومفيش قلق من تلف البرن إن، وممتازة للكورة والألعاب، وسعرها مقارنة بالأوليد مش موجود، وخصوصا مع الشركات الصينية اللي داخلة السوق بجنون زي تي سي ال وهاير. بس ده معناه إن الأوليد بنتها؟ مستحيل يا معلم، لأن لحد النهاردة أول لما تطفي النور وتشغل فيلم هتحترم الأوليد غصب عنه، لأن لسه عنده السحر بتاعه، السواد الحقيقي، الكونتراست الخرافي، الإحساس السينمائي، حاجة صعب تتكرر بصراحة. طيب الخلاصة، سامسونج ما بقتش لوحدها في عالم الألوان والسطوع، وال جي دخلت رسميا بتقنيات تقيلة. ومش ال جي بس على فكرة، ده شركات تانية كتير. لكن مش ده السؤال الحقيقي. دلوقتي لو معاك فلوس وعايز تشتري شاشة جديدة، هتختار الميني ليد ولا الأوليد ولا الكيو ال اي دي؟ عرفني في كومنت، وما تنساش تشترك في قناة كوين عشان تساعدني ان انا اقدم محتوى يساعدك ويفيدك. سلام.